السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده وفيديو جديد. هذا الفيديو هذا طلبتوه مني بزاف خويا مصطفى، بغينا ماده الفلسفه. ففي هذا الفيديو هذا غادي نعطيك اللاصق شنو خاصك دير، شنو هما الاغلاط اللي ما خاصكش تطيح فيهم باش انه تمشي وتدوز ماده الفلسفه ان شاء الله وتجيب شي نقطه زويونه. فقبل كل شيء بغيت نعاود لكم واحد القصه ديالي مع الامتحان الوطني بالضبط الفلسفه. خاصكم تعرفوا انه انا باش نجيكم صريح، يعني هذه الماده بالضبط كنت محكاز عليها، ما كنتش كنحمل نبريباري ليها كاع. تخيلوا معايا انه كنت كنبريباري الوطني المواد كاملين، وباش نكون معكم صريح الفلسفه والانجليزيه هذوك اهملتهم. فكنت فين ما كتكون عندي شي وقيته ولا كنقول صافي خليت حتى الفلسفه خليها تسلم من بعد، خليها عرفتي. بقيت كندوز حتى بقات يومين الوطني وانا نقول واو حتى فين غادي، حتى فين هو غادي. ودابا تخيلوا معايا دوك اليومين اللي بقاو ليا جلست وانا نقول لا لي دابا كي غادي ندير مع هذا الزمر هذا. عرفتي شنو درت؟ قسما بالله ما نكذب عليكم، مشيت حفظت الاسماء ديال الفلاسفه بوحدهم، الاسماء. عرفتي نهار الامتحان الوطني طاح ديك الساعه النص والقوله والفلسفه، وبقيت كنشوف في ديك السؤال ما قبل فيه التوزه، كنشوف ديك القوله بانت لي ماشي حتى اللي فيها شي حاجه. داك النص قلت داك النص هذاك الحلاوه باينه. عرفتي داك النهار باقي كنعقل، اقسم بالله عرفتي طاح عليا الوحي والله يسمح لي من هذه الفلسفه هذه. شي فلاسفه مساكن ما عمرني سمعت بهم، كنت غير حافظهم، كنلصق ليهم شي اقوال فلسفيه قسما بالله ما كنت حافظ شي حاجه. عرفتي شحال جبت في الاخر؟ 17 ونص، اقسم بالله الا جبت 17 ونص ما حافظ حتى لعبه في الفلسفه. عرفتي الدراري بقاو كيتصدموا ما فهم، انا براسي ما فهمت حتى وزه. ولكن باش نجيكم صريح انا كنظن اللي كنعاوني هو المنهجيه، بحكم انه طيله السنه الدراسيه كنت انا ضابط المنهجيه، فريمون كنت فاهم المنهجيات وكنت كنحاول ان نركز مع الاساتذه على هذه القضيه حيت هي حاجه مهمه. بطبيعه الحال هذا الشيء ما كيعنيش انه كنقول لكم ما تحفظوش القولات، لا هذا الشيء غادي ندوي عليه من بعد، غير هو بغيت نقول لكم زعما انه المنهجيات هي اهم حاجه. دونك بلا ما نطول عليكم غادي نتعرفوا على هذا الشيء بالتفاصيل. نبداو الفيديو على بركه الله. عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. اول حاجه بغيت نقولها لكم هي الله يرحم لكم الوالدين، حفظوا الاقوال ديال الفلاسفه، ما تطيحوش في الغلط اللي طحت فيه، حيت انا واخا هكاك اللي كنعاوني وهو انه كانت عندي فريمون مع اللغه العربيه. وثاني حاجه اللي هي كنت ضابط المنهجيات، يعني طيله السنه الدراسيه كنت كوميم كنتبع مع الاساتذه وكنحاول انه نفهموا هذا. ثالث حاجه اللي هي شويه الزر، كنعاوني شويه الزر وطحت في واحد النص اللي صدقت فهمه، يعني كل مثلا طاح النص بحال القوله والسؤال فان لله ود احمد داكشي مشى. إنا لله ود احمد. اذا جينا نشوفوا المجزوءات، عندكم 4 المجزوءات، من غير الادب كنظن عندهم 5. فانا ما كنقولش لك حفظ 4 المجزوءات، اذا كان عندك الوقت ولا كنتي افونسي حفظ 4، ما كانش عندك الوقت تقدر تحفظ غير 3. فكيف ما كتعرفوا كل مجزوءه فيها 2 المفاهيم وكل مفهوم فيه 3 المحاور. دونك انا اللي كنصحكم هو انه في كل محور حفظوا 2 الفلاسفه اللي يكونوا مع و2 الفلاسفه اللي يكونوا ضد، فريمون 3 المحاور. ما تخليوش شي محور، حيت لا قدر الله يقدر يطيح لكم الوطني في شي محور من دوك اللي ما حافظينوش وحنا غادي نطيحوا في داكشي اللي ما بغيناش. دونك اذا درنا الحساب مثلا في مجزوءات الوضع البشري، اذا قلنا غنحفظوا 4 الفلاسفه 2 مع 2 ضد، يعني 4 في 6 عندنا 24 قوله اللي خاصنا نحفظوها في مجزوءات الوضع البشري، زائد عليها 2 المجزوءات الاخرين. دونك في التوتال عندنا 72 قوله اللي خاصنا نحفظوهم. غاد 72 قوله انت غتبان لك بزاف، ولكن اذا جبتي 72 وقسمتي على هذا الوقت اللي باقي لك مثلا 60 يوم غادي تجيك تقريبا 2 المعقولات في النهار. دابا دخلت عليك بالله واش ما تقدرش تحفظ 2 المعقولات في النهار؟ ما غاديش ياخذوا لك حتى 40 دقيقه، انت غادي تحفظهم وتقدر تمشي للوطني وانت مرتاح. ثاني حاجه اللي غادي ندوي عليها واللي هي المنهجيات مهمين، هما تقريبا 80% ديال الخدمه. اذا ما طبقتيش المنهجيه راه ما غاديش تاخذ شي نقطه اللي هي زوينه. المنهجيه هي كل شيء اصلا. دونك اول حاجه اللي غادي ندوي عليها في المنهجيه وباش نكونوا واضحين ونبعدوا على داكشي ديال الاطار المرجعي، اهم حاجه هي المقدمه والخاتمه. واخا المقدمه والخاتمه عنده عليهم اقل عدد النقط مقارنه بالعرض، بحكم انه المقدمه عليها 4 ديال النقاط، الخاتمه عليها 3 ديال النقاط، العرض عليه 10 ديال النقاط، ودوك الباقي يعني غيبقاو لنا تقريبا 3 ديال النقاط. نقطه كتكون على الخط،
نقطه كتكون على التماسك، يعني داكشي واش كاين واحد التسلسل، واش داكشي منظم، ونقطه على سلامه اللغه، يعني واش ما كديرش اخطاء لغويه بزاف. تخيل معايا صديقي، راه المصحح راه بحالي وبحالك، كيفكر، عنده مخ، عنده دماغ، عنده احاسيس، عنده مشاعر، حتى هو بحالنا. فتخيل معايا السيد عنده مئات الاوراق اللي غادي يصححهم. تخيل دابا هو كيصحح الورقه الاولى الثانيه الثالثه هكا، وداكشي كيتشابه، داكشي بحال يعني ما كاينش واحد الابداع في المقدمه والابداع في الخاتمه. فاش غادي يجي وغادي يطيح لواحد المقدمه اللي هي مخدومه مزيان، غايقول هذا السيد هذا باين بهذا المجهود. فتخيل معايا انه واخا يدخل العرض مثلا وتصدق مثلا مطفر ولا مزبله في شي حاجه، المصحح يقدر يتعاون معاك، يقول هذا السيد هذا يمكن غير يزقل شي حاجه، يمكن غير ينسى، يمكن يعني يقدر المصحح انه يتعاطف معاك. هادشي الواقع الشباب، يعني المصحح يقدر يتعاطف معاك. واخر حاجه حتى هي الخاتمه. الخاتمه خاص تخلي الانطباع الاخير عند المصحح يكون زوين. فبالتالي اذا درتي واحد الخاتمه اللي هي زوينه وتكون شامله، حتى هي تقدر انه تعاونك وتطلع عليك النقط ديالك. ثاني حاجه اللي هي الله يرحم لك الوالدين، الله يعطيك ما تمنيتي، ما تحفظش المنهجيات الجاهزه. مسخوط الوالدين يقدر يعتبرك المصحح حاله غش ويحط لك زيرو. كاين عاوتاني كيمشي كيحفظ مثلا شي مقدمه من الانترنت، ما تحفظهاش حيت حتى هي يقدر ياخذوها بزاف ديال الناس، وفي اخر المطاف المصحح يقدر يعتبرك حاله غش ويحط لك زيرو. هذا الشيء راه وقع ماشي مره ماشي جوج. دونك تفادى تحفظ اي حاجه من الانترنت. وكان كاين اللي غيسولك يقول لي اخويا مصطفى كيفاش انا غادي ناخذ نماذج؟ غادي تاخذ مثلا، غتحاول انه تانسبيرا، تشوف شي ورقه ديال التحرير ديال شي واحد قديم، وغادي تحاول انه تشوف كيفاش دار ليها، وغادي تحاول انه تانسبيرا منها، تشوف كيفاش كيكتب، كيفاش هذا، وتحاول انه دير شي حاجه كتشبه ليها، ولكن ماشي تنقل، ماشي بحال ماشي فوتوكوبي. دونك انا غادي تقول لي كيفاش غادي ندير ليها، منين غادي نلقى هادو؟ غادي نحط لك في اسفل الفيديو نماذج ديال اوراق التحرير ديال الناس اللي جابوا نقاط زوينين في الامتحان الوطني، كاين فيهم كاع اللي جاب 20 على 20. شوف، اول حاجه المنهجيه راه تقريبا نفس الحاجه بالنسبه للاشكال الثلاثه، كل سواء النص، القوله ولا السؤال. مثلا عندك واحد النص كيدوي على مجموعه الوضع البشري وبالضبط محور الشخص والهويه. يعني شنو غادي دير؟ غادي تبدا في المقدمه تدوي بشكل عام على مجموعه الوضع البشري، ومن بعد غتدرج حتى توصل للشخص والهويه، حتى تقول وهذا النص الذي بين ايدينا يندرج ضمن مجموعه الوضع البشري. ومن بعد ما كتقول هذا الشيء كتجبد الاطروحه، كتقول حيث نجده يناقش مسالات، وكتجبد الاطروحه اللي كيدوي عليها النص. ومن بعدها كنطرحوا اسئله. في الغالب انا كنصحك بجوج الاسئله، سؤال نقدروا نجاوبوا عليه في التحليل، سؤال نقدروا نجاوبوا عليه في المناقشه. هنا فاش كندخلوا العرض وبالضبط التحليل، اول حاجه كنبداو بها هي تحديد اطروحه النص وشرحها. هذه كتكون عليها جوج ديال النقاط. دونك هنا كتقول تو سامبلومون مع راسك شنو بغى يوصل لنا هذا مول النص. هنا كتحاول تفهم شنو بغى يوصل لك، وكتشرحه في ديك الورقه سامبلومون، لا اكثر ولا اقل. ومن بعدها كتشرح المفاهيم اللي استعملوهم، كتحاول تعرف، ولكن في نفس الوقت كيكون واحد الترابط، كيكون واحد اللين ما بين التعريف، ماشي كتبين ليه بلي حافظ، وانما كتبين ليه بلي انت ضابط الامور ديالك وبلي داك الشيء متناسق. غير هذا التناسق هذا ما تنساش انه في الاول قلت لك التناسق كتكون عليه نقطه. ثم من بعدها كندوي على الحجج اللي استعملهم صاحب النص، حيث نجد ان صاحب النص يوظف اسلوب النفي، حيث ينفي مسالات ويؤكد على مسالات ويدحض مسالات. وهذا الشيء لقيته في العربيه ودوزت فيه الجواب بطبيعه الحال. من بعدها كندوزو للمناقشه. في المناقشه شنو كنديروا؟ هو انه اول حاجه كنشكروا الاطروحه، كنشكروا ديك الاطروحه وشنو قدمات وباللي راه المهم كتشكر كتمدح فيها. ومن بعدها كتبين النقاط الضعيفه ديالها باش انه تبدا تمهد انه تدوي على الفلاسفه. هنا كتبدا تجبد الفلاسفه، تدوي على الفلاسفه اللي هما مع هذيك الفكره والفلاسفه اللي ضد. فبطبيعه الحال الاقوال ماشي غير كتعطي، وانما خاصك تعطي الاقوال وتشرحهم. وفي الاخير في الخاتمه كنديروا واحد التلخيص شامل للتحليل والمناقشه، يعني واحد التلخيص شامل للعرض، وكنختموا نقدروا مثلا نعطيو واحد الراي الشخصي ديالنا مبني على ذاك الاستنتاج، ولا كنعطيو مثلا واحد السؤال اللي هو مفتوح. دونك انت عندك الاختيار. دونك هنا كاين اللي غايقول لك خويا مصطفى هادشي كيبان لي صعيب ومعقد، حتى انا كان كيصحاب لي بحال. اهم حاجه هو انه المصحح توصل ليه داكشي اللي فهمتي باسلوبك الخاص وتحترم المنهجيه فقط. ما كيطلبش منك المصحح يكون عندك واحد النيفو واعر، انت ماشي ادبي، انت علمي. كندوي بالدرجه الاولى دابا مع العلميين ما كيطلبوش منك واحد النيفو واعر في الادب، يعني تكون كتكتب واحد اللغه اللي هي سليمه، تكون داكشي متناسق، داكشي اللي فهمتيه وصلوا للمصحح فقط. بالنسبه للقول تقريبا بحال النص، نفس تقريبا كل شيء، يعني المقدمه من العام للخاص، صياغه الاشكال، وكنطرح جوج الاسئله، واحد ديال التحليل واحد ديال المناقشه. نفس الحاجه بالنسبه للعرض، كنحددوا الاطروحه اللي كاينه في ديك القوله وكنشرحوها. ثاني حاجه اللي هي تحدد المفاهيم، ودائما كنأكد على انه فاش مثلا تحدد الاطروحه
وتشرح هذيك الساعه دير واحد الانتقال بواحد الشكل اللي هو سلس المفاهيم، والمفاهيم تشرحهم بواحد الشكل سلس يعني بيناتهم. واخر حاجه كندويو على الحجج اللي استعملوهم داك صاحب القوله، النفي، التوكيد، الضغط، وزيد 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 وزيد، يعني كيف ما ديجا قلت في النص. يعني بالنسبه للمناقشات نفس الشيء، يعني كتدوي على الاطروحات، تبدا تشكر فيها ومن بعد كتحدد لي بوين فيبل ديالها باش انه من بعد تستعمل الفلاسفه، كتقول ها الفلاسفه اللي مع الاطروحه وها الفلاسفه اللي ضد. وفي الخاتمه نفس الشيء كدير واحد التلخيص شامل للتحليل والمناقشه اللي هو العرض، وفي الاخير تعطي واحد الراي شخصي. وبطبيعه الحال دائما الراي الشخصي يكون فلسفي، يكون بناء على داك الشيء اللي قبل. المهم ما لاحظتش بلي انه في الفيديو الاضاءه غدا وكتهبط حيت بدا كيظلم الحال، شعل الضوء، دونك داك الشيء غيبان لكم مختلف شويه. دونك هنا غادي ندوزو للسؤال، وهنا بين قوسين السؤال يعني دائما تفادى انه تخدمه. يعني صراحه لا، السؤال يعني هو معرض بشكل كبير انه تكون تخرج على الموضوع، ومعرض بشكل كبير انه ما تفهمش اصلا السياق ديال السؤال. يعني السؤال دائما كيكون شويه معنكش، فبالتالي اذا مثلا فهمتي النص مزيان ولا فهمتي المقوله مزيان، فمن الاحسن خدم واحد فيهم وتفادى دائما السؤال. فهني بالنسبه للسؤال نفس الحاجه، من العام من الخاص، ومن بعدها الاشكاليه هنا كتحاول انه تفهم شنو هو المشكل من ذاك السؤال، لاش باغي يوصل. يعني من بعد نفس الشيء كطرح اسئله اللي غيخليوك انه تجاوب على العرض. يعني الاختلاف اللي كيكون هنا ما بين السؤال والقوله والنص، وهو انه التحليل ما كاينش ديك القضيه ديال انه ندويو على الاطروحه ونشرحوها، لانه اصلا ما كايناش اطروحه. فبالتالي شنو كنديروا؟ اول حاجه كنجبدوا المفاهيم اللي كاين في السؤال، كنحاولوا اننا نعرفوهم، وبطبيعه الحال ديما كنحاولوا اننا نربطوا ما بين التعاريف، يعني كتكون واحد العلاقه ما بين داك الشيء اللي كنعرفو، ماشي غير كنعرفو من هنا ومن هنا، داك الشيء كيكون داك الشيء مشتت. فهني فاش غادي دير المفاهيم ديالك، غادي تحاول انه تجبد واحد الاطروحه مفترضه، يعني غتفترض واحد الاطروحه اللي غنجاوبوا بها على داك السؤال. وهنا لافونتاج هو انه ما كاينش داك الشيء ديال الحجاج، داك الشيء ديال النفي والتوكيد وهذا، لانه اصلا السؤال، فبالتالي في السؤال ما كيكونوش. المناقشه اول حاجه كيف بحال النص، يعني كتشكر في ديك الاطروحه، ومن بعد كتحدد لي بوين فيبل ديالها، عاد من بعد كتجبد الفلاسفه، ومن بعد كتجبد الفلاسفه اللي محايدين اللي مع ديك الاطروحه واللي ضد. وبالنسبه للخاتمه راه نفس الشيء، كدير واحد الملخص شامل ديال العرض، وكتختم بواحد الراي شخصي مثلا، ولا بواحد السؤال اللي هو مفتوح على سبيل المثال. فهنا غادي نكون عطيتكم نماذج بطبيعه الحال اللي نتوما تقدروا تستعملوهم. بالنسبه للمقدمه مثلا، تقدروا مثلا تصايبوا لكل مجزوءه مقدمه خاصه بكم اللي تحفظوها، وهكا تقدر يعني ان تسهل عليك المأموريه نهار الامتحان مثلا. ثاني حاجه بالنسبه للمنهجيات، انا يعني عطيتكم مثال، حاولت انه نستعمل الاطار المرجعي والمعارف ديالي وكيفاش دوزت الامتحان الوطني. غنحط لك لتحت الفيديوهات والروابط ديال كاع داكشي اللي يقدر يعاونك باش انه تزيد تبحث وتزيد تطور في هذا الشيء اللي انا قلت لك ان شاء الله، باش انه يسهل عليك المأموريه. بالنسبه للتمارين، انا اللي كنصحك به هو اتاكي ديال الوطنيات. يعني اذا كان بامكانك مثلا خدم واحد الوطني كل سيمانه، يعني كل سيمانه مثلا جلس مع راساتك، حاول انه تفكر في واحد الوطني، والله الا هذا الشيء غادي يعاونك، خاصه الناس اللي عندهم نيفو طايح، وفريمون غادي تلقى واحد الفرق كبير في الاخر. دونك كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، حاولت انه نلخص لكم الامور. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، السلام عليكم.